يلا بينا نبدأ في الامتحان العاشر من مراجعة كتاب أفوكادرو تالتة ثانوي 2026. يلا كده. في أول سؤال بيقولي أي العمليات التالية يستخدم للتخلص من الكبريت الموجود في خام الحديد. طيب، الكبريت ده من الشوائب اللي احنا بنعوز ايه نتخلص منها علشان ننقي الخام الحديد اللي عندي. طيب، التخلص من أي شوائب بيتم في مرحلتين أساسيتين وبيكونوا من ضمن ايه مراحل تجهيز الخام اللي عندي عشان احنا عارفين. تمام. أول مرحلة هي مرحلة التركيز، وتاني مرحلة بتكون مرحلة التحميص. تمام. طيب، مرحلة التركيز دي مرحلة من مراحل من خواص الفيزيائية. دي فيها ايه؟ بنفصل فيها الشوائب في صورة صلبة عن طريق ثلاث حاجات: الفصل المغناطيسي والفصل الكهربي والتوتر السطحي. تمام. دي فين؟ ديت في مرحلة التركيز. خواص فيزيائية، ثلاث حاجات دول بيحصلوا فيها. طيب، المرحلة التانية اللي هي مرحلة التحميص، ديت خواص كيميائية مش فيزيائية. دي خواص كيميائية. بنعمل ايه فيها؟ بنسخن الخام الحديد اللي عندي بشدة في الهواء. فكده عن طريقها بيأكسد الشوائب الصلبة زي الكبريت أو الفسفور. تمام. وبنطيرها في الجو في صورة غازات. شبه كده أنا عندي الحديد بسخنه، فالحديد ده من جواه شوائب شبه الكبريت والفسفور، فبسخنه في الهواء، فالهواء فيه أكسجين. تمام. في طبعا حرارة اللي هو نتيجة التسخين اللي بسخنه له، فبيطلع لي في صورة ال SO2 غاز وبيطير في الهواء. تمام. ديت اللي انا بخلص الشوائب منها. طيب، نيجي في الاختيارات. بالنسبه للاختيارات الف وجيم كده فيها التلبيد. ايه التلبيد ده؟ ديت عباره، ده تجميع الحبيبات. بجمع الحبيبات مش بتخلص منها، يعني مش بتخلص من الشوائب فيها. تمام. فدي غلط. اي حاجه فيها تلبيد غلط. طيب، بالنسبه دال بيقول لي التكسير والتحميص. التحميص لكن التكسير لا. ليه؟ التكسير ده انا بصغر الحجم الحبيبات، ده ملوش علاقه ان انا بشيل الشوائب او مش بشيلها. يبقى ده غلط برضه. يبقى ب هو هيبقى الاختيار الصحيح. وبيقول لك الفصل المغناطيسي فعلا بيخلصنا من الشوائب بطريقه فيزيائيه، والتحميص فعلا بيخلصنا منها كيميائيا. تمام كده. طيب، السؤال اللي بعده بيقول لك ايه في السؤال اللي بعده؟ السؤال التاني بيقولي عند إضافة محلول إكس إلى محلول يحتوي على الأنيون واي. دي الأنيون يا جماعة مش أيون. أنيون واي ينتج راسب أسود. وعند إضافة المحلول إكس إلى محلول يحتوي على الأنيون زد يتكون راسب أبيض ويسود بالتسخين. طيب، طبعا فكرة الحل هنا هو انت تكون حافظ تجاربك التأكيدية. بمعنى ايه؟ اول لغز هنا بيقولي المحلول اكس ده انا حطيته على محلول بيحتوي على انيون. والانيون يعني ايه؟ يعني الشحنة بتاعته بتكون شحنة سالبة. طيب، هو اداني راسب اسود. اول ما يديني راسب اسود او نسمع راسب اسود ده، يبقى مع كاشف تأكيدي شهير جدا عندنا. افتكر على طول ان ده كبريتيد بالدال، كبريتيد الفضة اللي هو ال EG2S. ده المحلول التاني. يعني انا حطيت دلوقتي كاشف محلول اللي هو الاكس. تمام. لمحلول يحتوي على الايون، الانيون وول. تمام. فندى راسب اسود. تمام كده. طيب، يبقى الراسب الاسود ده اللي هو ايه؟ ال EG2S. تمام. يبقى الانيون اللي عندي هو مين؟ صح كده، الاس نيجاتيف 2. تمام. ده الانيون، ده الكاتيون اللي جاي من المحلول اكس. طيب، انا بيقول لك عنده اضافه محلول اكس الى محلول يحتوي على الانيون زد اداني راسب ابيض يسود بالتسخين. اعطى راسب ابيض يسود التسخين ده على طول كبريتيد كبريتيد الفضه اللي هو ال AG2SO3. تمام. يبقى الانيون ايه؟ الانيون هنا ايه؟ ال SO3 نيجاتيف 2، اللي هو الايه؟ الكبريتيد. ده الكبريت بالدال، كبريتيد بالدال. لكن ده اللي هو ايه؟ الكبريتيد بالت. تمام كده. يبقى في الاختيارات ان المحلول اكس هو ايه؟ فبيقول لك محلول اكس ايدو اللي هو الايودين، ولا الكمانوفور KMnO4 البرمنجانات البوتاسيوم، ولا الاي جي ان او 3، ولا الاي جي ان اكيد الاي جي ان او 3 لان انا ساهمت
من المحلول اكس، الكاتيون اللي انا ساهمت بيه هو الكاتيون الفضي. يعني بص انا هنا الاي جي ان او 3 ده اكس، تمام. انا ساهمت فيه بايه؟ بالكاتيون. حطيته على الانيون واي اللي انا قلت لك عليه اللي هو الايه، الاس، اللي هو الكبريت. فاداني ايه؟ اداني رصة اسود اللي هو ايه، الاي جي 2 اس، اللي هو كبريتيد الفضة للدال. تمام. نفس المحلول ده اللي هو الاي جي ان او 3 ساهمت فيه بالكاتيون الاي جي الى محلول يحتوي على الانيون زد. تمام. الزد اللي احنا قلنا لسه مطلعينه اللي هو ايه، الكبريتيد اللي هو بالدال. فاداني رصة ابيض واسود بالتسخين اللي هو الاي جي 2 اس او 3. تمام. يبقى اذا اي جي ان او 3 اس او 3 نيجاتيف 2 اس 2 نيجاتيف، ولكن هنا الزد هتكون اس او 3 والواي هي اللي هتكون الاس والاكس هي اللي هتكون الاي جي ان او 3. اذا اجابة السؤال ده هي ايه؟ هو جيم. تمام. 3 بيقول لك كاشف الذي يمكن استخدامه في التمييز ما بين غازين ال HBr وال HCl. أكيد طبعا غاز هو الحمض الكبريتيك المركز الساخن اللي هو H2SO4 مع ال HB ال HBr. حمض الكبريتيك المركز ده بيشتغل كعامل مؤكسد قوي، فبيأكسد لي الغاز اللي هو ال HBr جزيئيا، وبيتساعد مين؟ بيتساعد بخيرة البروم البرتقالية الحمراء اللي هي بتسبب في اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا. تمام. ومع غاز ال HCl طبعا ما ينفعش مش هيقدر حمض الكبريتيك ان هو يأكسده، لان الكلور طبعا صعب الأكسدة مقارنة بالبروم. تمام. وبالتالي مش هتتصاعد الأبخرة البرتقالية الملونة دي. تمام. فهو ده ايه؟ الإجابة هتبقى الإجابة ألف. كاشف يعني أنا بختار كاشف فعلا يقدر يعمل حاجة في غاز ما يقدرش يعملها في الغاز التاني. تمام. عشان حد هيقولي ليه مش النشادر مثلا، أو اللي هي دي المفروض كانت ورقة مبدلة بالإنشا أو النشادر. لان غاز ال HCl احنا كنا بنميزه ان احنا بنقرب له ساق مبلله بالنشادر اللي هي NH3، فبتعمل سحب بيضاء كثيفه. لكن بما ان الغازين بيتفاعلوا مع النشادر وبيدوا سحب بيضاء، فحمض الكبريتيك والأكسدة هو ده التمييز المثالي ما بين الغازين. انتوا فاهميني؟ يعني لازم عشان اختار حاجه لازم الحاجه دي تقدر تميز لي حاجه عن حاجه، ده اللي انا قصدي اقوله يعني. تمام. فإذا إجابة السؤال ده هتكون ألف. السؤال الرابع بيقول لي أي من الأملاح التالية يعطي غازا واحدا عند إضافة حمض الكبريتيك المركز الساخن إليه في الحالة الصلبة. فكرة هنا احنا لما بنضيف حمض الكبريتيك الساخن اللي هو ال H2SO4 تمام لأملاح فيها الهاليدات اللي هو الكلور والفلور والكلور والبروم واليود، وأملاح في النترات اللي هو ال NO3. تمام. بيطرد الأحماض الأقل ثباتا في صورة غازات. تمام. لكن التركة هنا إيه؟ هل الغاز الناتج ده من الأكسدة بال H2SO4 بيقف في مكانه عند حده، ولا الحمض ده بيكمل عليه وبيأكسده وبيطلع غازات تانية معاه؟ تمام. نشوف اختيار. في ألف بيقول لي مع النترات اللي هو ال NaNO3. هنا لو أنا أكسدته بحمض الكبريتيك بينتج إيه؟ غاز اللي هو اسمه حمض النيتريك. الغاز ده بينحل بالحرارة وبيطلع خليط من غازين اللي هو ال NO2 اللي هو غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وبخار الأكسجين اللي هو الأوتو. تمام. ده كده خليط من الغازات، وهو بيقول لي عايز ملح لما بيتأكسد بالحمض الكبريتيك بيديني غاز واحد بس، فإذا ده مستبعد. طيب نيجي في في الاختيار جيم ودال. هنا بيقول لي NaBr وهنا بيقول لي NaOH. طيب مع البروميد واليوديد الغازات بيطلع لي غازات اللي هي ال HBr والايه ال HO. تمام. طيب الغازات ديت بيحصل لها أكسدة تانية برضو اسمها أكسدة تانية، أكسدة جزيئية يعني بحمض الكبريتيك المركز ده. تمام. وبتتصاعد معاها غاز ال SO2 نتيجة الأكسدة التانية دي. تمام. ده غاز. وبالإضافة برضو غازات من ال BR2 وغازات من ال I2. تمام. يعني مثلا في الاختيار ده لو أنا أكسدته بحمض الكبريتيك أول حاجة هيديني HBr، ويكمل عليه تاني ويديني ال SO2 وال BR2.
تمام. ديت كده خليط من الغازات، ونفس الحكاية برضو فين في دال، برضو بيديني خليط من الغازات مش غاز واحد. إذا الإجابة الصحيحة هي ب. ليه ب؟ لأن بالأكسدة بحمض الكبريتيك المركز بيديني غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو ال HCl. طيب إيه المعادلة بتاعته؟ اللي هو عندي 2 من ال NaCl، تمام، زائد الصلب طبعا في الصورة الصلبة ده ملح، زائد اللي هو ال H2SO4 مركز، تمام، في الحرارة اللي هو المركز الساخن، تمام، هيديني ال Na2SO4، SO4، تمام، زائد ايه؟ زائد 2 من ال HCl اللي هو غاز. تمام. هل يقدر ال H2SO4 ده يعمل له أكسدة تانية للغاز الناتج ده؟ قال لي لأ، حمض الكبريتيك مش هيقدر يأكسد لي غاز HCl، عشان الكلور احنا عارفين ان هو صعب في الأكسدة، فبيفضل غاز HCl لوحده هو الغاز الوحيد المتصاعد، وهو فعلا بيطلع لي غاز واحد في حالة الايه، ال NaCl. إذا الإجابة هتكون. بقى في السؤال الخامس بيقول لي أي أزواج الكاتيونات التالية يمكن فصلها من محاليلها باستخدام محلول كلوريد الصوديوم؟ كلمة فصل، فصل الكاتيونات من محلولها يعني ايه بفصل؟ يعني انا دلوقتي بجيب الكاشف، هو بيقول لي استخدام محلول كلوريد الصوديوم، يبقى محلول كلوريد الصوديوم ده ايه؟ الكاشف بتاعي، تمام. انا عايز افصل بيه ايه؟ افصل بيه ازواج من الكاتيونات. طب الكاتيونات دي شحنتها ايه؟ شحنتها موجبة، تمام. انا لما احط عليها الكاشف بتاع ال NaCl، تمام، الهدف ايه؟ ال NaCl ده بيعمل ايه؟ هل كلمة الفصل اللي أنا بضيف كاشف مفروض علشان أضيف حاجة عشان أفصل حاجة، المفروض اللي أنا أعمله اللي أنا بضيف كاشف، الكاشف ده بيرسب واحد ويسيب التاني دايب في المحلول علشان أقدر أفصلهم عن بعض بالترشيح، تمام. لو الكاشف رسب الاتنين مع بعض أو ما رسبش حاجة خالص يبقى أنا مش هعرف أفصلهم عن بعض، تمام. طيب ال NaCl ده بيوفر لي ايه؟ بيوفر لي ال Na موجب وال Cl سالب. بس بيقولك انا عايز ايه؟ ازواج الكاتيونات، يبقى انا اختار الموجب ولا السالب؟ اكيد اختار السالب اللي هو ايه؟ انيون الكلورايد. ومن الباب التاني احنا عارفين ان كاتيونات المجموعة التحليلية الاولى بتترسب على هيئة كلوريدات شحة الذوبان في المية، وهم تلاتة، اللي هو الرصاص والزئبق، تمام، وايه؟ والفضة. طيب تعالوا نجرب الاختيارات. في الاختيارات بيقول لي في ألف اللي هو النحاس والكالسيوم. أنا قلت لك الفصل هو يا إما معتمد إن أنا أرسب واحد وأسيب التاني دايب، ما ينفعش أقول على حاجة فصل إن أنا أرسب الاتنين مع بعض أو الاتنين مش بيترسبوا أصلا، الاتنين بيدوب، تمام. يبقى أنا عايز واحد بيعمل حاجة وواحد تاني لأ. طيب بالنسبة للكالسيوم والنحاس بيقولك كلوريد الكالسيوم وكلوريد النحاس ده بيدوبوا في المية، مفيش رواسب، يعني احنا مش ايه، مش هنفصل حاجة، يبقى ده مستبعدة مش هنعرف نختار. طب ب، هو بيقول لي ان كلوريد لو الزئبق والرصاص، طب ما هو كلوريد الزئبق وكلوريد الرصاص الاتنين رواسب، يعني هيترسبوا مع بعض مش عارفة افصلهم، هما بيترسبوا هما الاتنين في هيئة راسب ابيض مع الكلوريد بالذات، تمام. يبقى دي برضو ايه؟ لا انا عايز حاجه تعمل حاجه والتانية لا. طيب بالنسبه لجيم الكالسيوم والمغنيسيوم، كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الكالسيوم بيدوبوا في الميه مفيش اي رغص، برضو ايه؟ ما اقدرش، تمام. هو ده الاختيار الصح اللي هو د، لان انا عندي النحاس والرصاص، الكلوريد هيمسك في الرصاص ويعمل لي رسب ابيض من كلوريد الرصاص اللي هو البي بي سي ال 2، بينما هيفصل النحاس اللي هو دايب فيه المحلول في صورة كلوريد النحاس اللي هو CuCl2. كده أقدر أفصل الرصاص بالترشيح وبيفضل النحاس زي ما هو موجود في المحلول من غير أي ترسيب خالص. السؤال السادس بيقول لي X و Y حمضان، حيث الحمض X يمكن استخدامه للكشف عن أنيون الحمض Y في إحدى أملاحه، فإن أنيونات الأحماض ال X و Y هي إيه؟ طيب هي علشان الحمض X يقدر يكشف عن أنيون حمض آخر اللي هو الواي في أملاحه، تمام، لازم ولا بد يكون قوة ثبات الحمض إكس ده أعلى من ثبات الحمض واي. يعني إيه قوة ثباته أعلى من ثبات الحمض واي؟ يعني درجة غليانه أعلى. يعني لو أنا سخنته هو الحمض ثابت، فأنا لو سخنته
وخليته يوصل عند درجة الغليان، الحمض القوي فيهم اللي هو الثابت، هي نسبة التطاير بتاعته هتقل، هتكون قليلة. ليه؟ لأن هو ماسك نفسه وثابت كده، مش بتأثر في درجة الحرارة بسهولة. تمام، يعني درجة غليانه أعلى، فبيطرد بره الملح بتاعه في صورة غاز نقدر نتعرف عليه. تمام، يبقى لازم ان اكس بيكون اقوى منين، ثابته اقوى منين، من واي. طب تعالى نفتكر مجموعات الثبات عندنا في المنهج. الاحماض اللي قالوا ثابتا، اللي هي في مجموعه ال HCl، منها حمض مين؟ النيتروز مثلا، اللي هو ال HNO2، اللي هو انيونو النيتريت مش النترات. تمام، النيتريت. طيب، ده انيون الحمض اكس. طب هل انا عايزه انيون الحمض اكس اللي هو نيتريت؟ لا، انا عايزه انيون الحمض اكس ده قوي. انا بتكلم عن الاقل ثبات. هي انا هشرح لك الاول الفكره. هو الاقل ثبات اللي هو شبه مثلا ال HNO2 من مجموعه ال HCl، ده انيونه مين؟ انيونه بيكون النيتريت. طيب الاحماض المتوسطه الثبات اللي هي في مجموعه ال H2SO4، منها حمض مين؟ ال HCl، اللي هو حمض ال HCl، حمض الهيدروكلوريك، اللي هو انيونه بيكون الكلورايد الCl. طب الأحماض بقى الأكثر ثباتا اللي هو حمض أكيد الكبريتيك. تمام، اللي هو أنيونه طبعا إيه؟ الكبريتيك. طب بناء بقى ومطابقة الكلام ده بالنسبة للاختيارات، يقولك في ألف أنيون الحمض إكس كلورايد، وأنيون الحمض واي نيتريت. اه صح فعلا، الكلورايد ده أقوى من النيتريت، وده اللي أنا عايزاه. طيب ب الكلورايد وكبريتات، غلط، اعكس. طيب جيم النيتريت والنتر، اعكس. نترات دي NO3، 3 ده أكبر من النيتريت اللي هو NO2. طيب أنيون الحمض النترات وأنيون الحمض الكبريتيت، غلط، اعكس. تمام، يبقى هي ايه؟ ألف. هو المفروض أنيون الحمض الإكس بيكون أقوى ثباتا من أنيون الحمض ايه؟ واي. بص في السؤال السابع بيقول يتم تحويل عنصر صلب إلى غاز مختزل لخام الحديد في أفران إيه؟ هو بيقول لي نشوف الفرن إيه. طيب، في الفرن ماتريكس، ولا الفرن العالي، ولا الفرن المفتوح، ولا الفرن الكهربي؟ في فرن ماتريكس الغاز المختزل هو الغاز المائي اللي هو CO زائد ال H2. تمام، ده غاز مائي، مش عنصر، مش يتم تحويل العنصر الصلب الى غاز مختزل، لا، ده الغاز المائي ده بيتم تحضيره من الغاز الطبيعي اللي هو غاز الميثان. تمام، يعني هو بيقول لك يتم تحويل عنصر صلب الى غاز مختزل لخام الحديد. الغاز المختزل في فرن ماتريكس هو الغاز المائي اللي هو CO H2. تمام، بس هو المفروض بحول ايه للغاز المائي ده؟ بجيب الميثان، تمام، وبحوله للغاز المائي ده. والميزان الميثان ده بيكون في الصورة الغازية مش في الصورة الصلبة، ده ما ينفعش. تمام. طب في في الفرن العالي، تمام، المادة الخام الأساسي اللي عندي لتحضير الغاز المختزل هو فحم الكوك. فحم الكوك ده هو عبارة عن الكربون الصلب، الكربون في حالة الإيه؟ الصلب. تمام، بيحصل له ايه جوه الفرن ده؟ بيتعرض للأكسجين ال O2 في صورة الغاز في وجود الحرارة، فبيديني ال CO2 في صورة الغاز. يجي من ال CO2 ده، تمام، مع زيادة من مصدر اللي هو من فحم الكوك مع التسخين، فبيديني 2CO اللي هو أول أكسيد الكربون. يبقى هو فحم الكوك الصلب، العنصر اللي هو عايزني أهو، هو يتم تحويل عنصر صلب اللي هو فحم الكوك، ده بيتحول بالكامل إلى غاز المختزل اللي عندي اللي هو غاز أول أكسيد الكربون، ده اللي هو الغاز المختزل فين؟ في الفرن العالي. تمام. طيب يبقى هي الإجابة هي ب. طب ليه ما اخترناش ج موديل اللي هو فرن المفتوح والفرن الكهربي؟ دي أفراد إنتاج، مش في أفران إنتاج وتصنيع الحديد الصلب، مش أفران اختزال للخام. تمام، يبقى إذا الإجابة هتكون إيه؟ ب. السؤال الثامن بيقول لي أي العمليات التالية يسمح حدوثها؟ أي عملية سواء كانت عملية أكسدة أو اختزال، الأكثر سهولة في حدوثها ده بيعتمد ان انا الناتج اللي بتاعي بيكون العنصر فيه اعلى حالة استقرار. تمام، فألف هنا ان انا عندي الفاناديوم بينتقل من موجب 5 لموجب 3، ده كده بيقل في عدد التأكسد، فبيقل في الاستقرار، فانا مش هختار دي. طب في ب
هنا أعلى حالة تأكسد للكمانوفور اللي هو البوتاسيوم بالمنجنيت موجب 7. فأكيد أي حالة تانية بيوصلها اللي هي أقل منها، فأكيد أنا مش هختارها لأن دي أعلى حالة استقرار. تمام، أعلى حالة استقرار الكمانوفور. طب فدال بيقول لي الحديد هنا الفرق اتحول للفرس اللي هو من موجب 3 اتحول لموجب 2. تمام، أكيد أنا مش هختارها برضه. فايه الإجابة هتكون جيم، لأن هنا التيتانيوم كلورايد بيكون موجب 2، بيتحول لل التيتانيوم كلورايد الموجب 4. تمام، فهي أقصى حالة استقرار بتحول للحالة الأكثر استقرار اللي هي هتبقى ايه جيم. طيب، في السؤال التاسع بيقول لي قيمة البي اتش المحلول مادة أكبر من 7. طالما بي اتش أكبر من 7 يبقى المحلول ده قاعدي التأثير. طيب، فإن أنيون وكاتيون هذه المادة هما، ويديني ألف في الاختيار ألف وجيم يديني اتشات. طالما اتشات يبقى دي أحماض أصلا. ده حمض الكلورايد اللي هو ال HCl، وده حمض الأسيتيك اللي هو ال CH3COH. ده حمل ضعيف وده حمل قوي، انا ماليش دعوه بدولت لان انا بدور على قاعده. طيب، في ب ودال. في ب ودال دي طبعا الكاتيون اللي هو ال Na، والكاتيون ده اكيد جاي من ايه قاعده قويه. هو انا اصلا علشان اقول على المحلول اللي عندي قاعدي ولا حمضي، هو المفروض يكون جاي المحلول من حمض ضعيف وقاعده قويه. القاعده القويه هي اللي ايه اللي تاثيرها بيغلب على الحمض، عشان كده بقول على المحلول ككل هو قاعدي. طب في ب هنا بيقول لي الكاتيون ان ايه. طيب، الكاتيون ان ايه احنا عارفين ان هو جاي من قاعدة قوية. طيب، نيجي للانيون. الانيون عايزينه يجي من حمض ضعيف. تمام، الكربونات هنا جاية من حمض ضعيف. الكربونات اللي هو ال H2CO3 دي اصلا بتنحل عادي جدا اللي هو للهيدروجين والسي او 3 اللي هو كأنيون يعني. يبقى الملح ده قاعدي التأثير ليه لأن هو جاي من قاعدة قوية. تمام، وحمض ضعيف. تمام كده. طيب، بالنسبة لدال هو بيقول لي الانيون سي ال والكاتيون ان اي، حطهم مع بعض تبقى الان اي سي ال. ان اي سي ال ده ملح الطعام ده اصلا متعادل ليه لان الانيون كلورايد ده والكاتيون الصوديوم ده ملح كلوريد الصوديوم قوي مع قوي. كلورايد جاي من حمض قوي، والان اي جاي من قاعدة قوية، فالاتنين مع بعض يكونوا ملح متعادل عادي جدا، مش أي. السؤال العاشر بيقول العلاقة التالية التي تستخدم لحساب قيمة الكي بي اللي هو ثابت الاتزان بتاع الغازات، بيديني بالمعادلة دي. طبعا احنا عارفين ان اي ثابت في الدنيا يعني اللي هو بيكون حاصل اسم حاجتين اللي هو تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. تمام، مرفوع لكل منهما الأس بيساوي عدد مولاتهم. طيب، هو مديني المعادلة دي. المعادلة دي في البسط واحد. احنا اخدين معلومة ان اي مادة في الصورة الصلبة او في الصورة السائلة او الاقوس، الثلاث حالات دولت ملهمش مش بعبر عنهم بحاجة في ثابت الاتزان، يعني هما بياخدوا تركيزهم بياخدوا واحد. تمام. طيب، هنا هو بيقولك البسط بواحد، اذا ان البسط ده بيعبر عن النواتج. اذا النواتج دايما هلاقيها يا اما في الصورة الصلبة يا اما في السائلة يا اما في الحالة الاقصى. يبقى اهو، يبقى اي حاجه فيها غاز في النواتج اكنسلها، دي ما ينفعش. يبقى انا عندي يا اما اقوس يا اما اللي هي ليكويد يا اما ليكويد. طيب، بالنسبه للي تحت المقام. المقام لا، الاتنين موجودين عادي، يبقى الاتنين يكونوا في الصوره الايه الغازيه. اذا انا هستبعد اي حاجه في الايه في الصوره هنا في الصوره الصلبه. لو هنا كان في الصوره الصلبه صح يبقى انا ايه ما اقدرش اعبر عنها هنا بحاجه. تمام، ما اقدرش اعبر عن الواي بحاجه. طيب، هنا في جيم. هنا برضو في الصورة الصلبة لا أنا هستبعدها، لا هما الاتنين عندي موجودين عادي، يبقى الاتنين عندي في الصورة الغازية. يبقى إذا الإجابة عندي هتبقى ب. فعلا إن هو الضغط بتاع الإكس 2 مرفوع للأس بيساوي عدد ميلاته اللي هو الاتنين، والضغط بتاع الواي مرفوع للأس واحد. تمام كده. يبقى هي دي الإجابة الإيه الصح اللي هي هتبقى ب.